السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا اميرة من قناة اميرة في بيتي. النهاردة هنعمل سندوتشات برجر. هي خفيفة كده وبسيطة وتنفع في اي غدا، عشاء بالليل قاعدين جعانين. بس انا عاملاها النهاردة كوجبة غدا. بصوا السندوتش جميل ازاي بالمكونات اللي احنا هنعملها دلوقتي. يلا بينا. يلا. انا جايبة برجر ميتلاند. انا كنت جايباه من كارفور، كان عامل 85 جنيه او 82، مش فاكرة والله. هو 25 قطعة. هو حلو يعني، هو رفيع صغنن بس طعمه حلو، طعمه برجر. ومعايا بقى ايه، كايزر والخيار المخلل، ومعايا بصل وطماطم، ومعايا الصوصات اللي احنا هنستخدمها، مستردة وكاتشب ومايونيز. نقطع بقى البصل قطع حلقات مدورة، مش رفيعة ومش سميكة، وسط كده. سواء بصل ابيض او احمر المتاح عندك بتستخدميه. خلاص قطعنا البصل. نقطع الطماطم بتاعتنا بردك دواير، شرايح مدورة بردك، ولا رفيعة ولا تخينة قوي، وسط كده. متنسونيش في اللايك والشير وتعليق منك حلو كده يدعمني في القناة. خلصنا تقطيع الطماطم وتقطيع البصل. بس بوريكم ان الطماطم مش رفيعة، حلوة. نجي بقى الصوص اللي احنا هندهن بيه الساندوتش. ده الصوص ده فيه صوصات جاهزة بتتباع دلوقتي للبرجر والحاجات دي. بس ما لقيتهاش متوفرة عندي، فانا قلت هعمل انا الصوص في البيت. هحط مستردة، وعليها مايونيز والكاتشب، ونقلبهم بقى. في حابة تحطي كاتشب بس، مايونيز بس، اللي انتي عايزاه. بس وهم تلاتة على بعض كده بيدوا تيست حلو مع بعض. نقلب كويس، اهم حاجة نقلبهم مع بعض كويس. انا لقيتهم محتاجين شوية مستردة تاني، يعني دقته فحطيت شوية مستردة تاني. متنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاة، عليه افضل الصلاة والسلام. اتفرجي على الفيديو كده، اذكري الله وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص خلصنا الصوص بتاعنا. نفتح بقى البرجر معانا. انا اول مرة افتحه بصراحة واشوفه معاكم اهو في الفيديو. هو مش، بصوا متلاقيش حجمه كبير، هو حجمه صغير ورفيع كده، بس طعمه حلو. هو بصراحة بالنسبة لسعره كويس، مش وحش. 85 ولا 82 جنيه على 25 قطعة. مش وحش، حلو. بصوا هي برجرية اهي. هنعملها دلوقتي مع بعض ونشوفها. يلا نخش على الجريلا. هنجيب جريل او طاسة، صينية اللي متاح عندك. هنحط فيها شوية زيت وقطعة زبدة صغيرة او قطعة سمنة، اللي موجود هنستخدمه. هنشوح الاول في الجريلا البصل. هنحط البصل ونشوحه كده من ناحيتين. انا عايزه اقول لكم حقكم عليا في النور اللي عمال يطفي ويقيد ده. بس بصراحه الرينج لايت اللي انا معلقه فيه الموبايل شكله باظ، فسامحوني المره دي في الفيديو. هنشوح البصل بقى. انا ما شوحتش كميه البصل كلها، انا بشوح نصها بس، ونص كميه البصل اللي انا قطعته بسيبه ني كده. عشان عندي يعني جزء بيحب البصل المتشوح ده، وفي جزء بيحب البصل الني بس على الساندوتش. فانت بتعملي حسب الاذواق اللي موجوده عندك. نشوحه حلو كده ونقلبه. اكتبوا لي تعليق حلو منه كده في على الفيديو. تمام. هنخلص هننزل بردك بقطعه الزبده اللي معانا او السمنه، ونبدا ايه نشوح الكايزر بتاعنا. انا عندي مش كله بيحب الكايزر متشوح في الزبده، لان عشان كده عملت الثلاث كايزرات دول بس. بنفتحه نصين وبنشوحهم في الزبده على نار واطيه خالص عشان ما يتحرقش منك. هو بيدي طعم حلو يعني، الزبده مش الكايزر يتشوح في الزبده بيبقى طعمه حلو. خلاص هنبدا بقى نشوفه كده. خلي عينيك عليه على طول عشان ما يتحرقش منك. قولوا لي ايه رايكم في الجوله بتاعه كارفور. كانت حلوه، كنت منزل لكم فيديو صغير كده عن كارفور. قولوا لي في الكومنتات ايه، حلو ولا وحش، يعني عايزين فلوجات من دي بره كتير في اماكن تانية ولا لا. تمام. خلاص خلصنا تشويحة حمصنا الكايزر. هنحط بقى حتة سمنة كده صغيرة بردك، وننزل بالطماطم. فاضل الطماطم.
يعني انا بحاول نجهز الحاجات الاول دي قبل ما نحمر البرجر، عشان يكون البرجر خلص يبقى سخن نجهز الساندوتش على طول. لو انا عملت الحاجات دي بعد البرجر هيكون البرجر بيرد معانا. ماشي، فاحنا نجهز الحاجات دي الاول قبل ما نحمر البرجر بتاعنا. بصوا الطماطم عشان كده بقول لكم نقطعها تقطيعه سميكه شويه، عشان واحنا بنشوحها كده ما تبقاش مهريه معانا، تبقى ماسكه مع نفسها. نقلبها من ناحيتين ونشوحها حلو. خلاص اتشوحت كده معانا، ما نهريهاش قوي، يعني تاخد تشميعه من هنا ومن هنا. نطلعها بقى خلاص. بردك انا مشوحتش الطماطم كلها، نص ونص الكميه شوحتها والباقي لسه زي ما هي نيه. هنمسح الجريل او الطاسه بتاعتنا بالمنديل مطرح الطماطم عشان البرجر ما يلزقش فيها. خلاص بقى نحط شويه زيت. بصوا خلاص انا بطلت الزبده، نحط بقى زيت. اول ما يسخن ننزل بالبرجر بتاعنا ونحمره بس من ناحيتين وخلاص. قولولي انتوا ايه افضل نوع برجر بتستخدموه كشركات جاهزة. يعني انا عن نفسي بستخدم برجر ميتكو، وكنت بجيبه حلو، كان ب110 وفي ب100 وكذا كذا نوع منه، كذا كمية. واطياب بردك بجيبه حلو جدا، بس ميتلاند ده كان حد شكر لي فيه بصراحة، فانا قلت اجربه. هو كحلو على سعره، مش وحش. وعجب الولاد عندي بعد ما يعني لما اكلوه عجبهم، يعني طعمه حلو، طعمه برجر. انا عايزه اعمل معاكم البرجر في البيت، يعني انا عملته قبل كده عندي كذا مره في هنا، فعايزه اعمله واصوره معاكم الفيديو. بيبقى احلى بصراحه من بره، بس المشكله ان هو يعني ايه، بيبقى عايز لحمه معينه كده من عند الجزار وكده، فانا بستسهل واجيب بتاع الشركات. خلاص حمرنا البرجر بتاعنا من ناحيتين وجهزنا بقى الحاجات بتاعتنا. يلا بينا ايه، نشوف احنا عملنا ايه. شوحنا الطماطم من ناحيتين خلاص، بقت جاهزه معانا. وعندنا خيار مخلل، وده نص البصل ونص الطماطم اللي هما نيين ما تشوحوش. ده الصوص اللي احنا عملناه، كاتشب مايونيز مستردة. وده البصل المكرمل اللي احنا عملناه شوحناه في الزبدة. وده الكابوتشا اللي احنا بنجيبه من السوق. خلاص جبنا الكايزر بتاعنا، هندهنه بقى ايه معلقة من تحت. بصي تكوينة السندوتش ده حسب ذوقك انتي بتحبي ايه، فانتي بتكوني السندوتش حسب انتي بتحبيه، والناس اللي معاكي اللي هياكلوا معاكي بيحبوا ايه، فبنعمل لهم سندوتش زي ما هم حابينه. انا بدهن من تحت دهنه الصوص بتاعنا، واحط الخاص الكابوتشا وواحده برجر وعليها ايه 2 طماطم، سواء بقى طماطم متشوحه او طماطم نيه. ونحط بصل اللي انت عايزاه برضك. بصي حاولي كده تملي السندوتش عشان يتاكل كده يحسوا بالطعم بتاعه، يبقى عامل زي بتاع بره بالظبط. وندهن الوش النص التاني بتاع الكايزر ندهنه برضك ونغطي كده ونقفله. عندك خله صغيره حطي خله في النص يمسكوا الاتنين مع بعض كده عشان ما يوقعش من الولاد. خلاص نعمل تاني سندوتش برضك، ندهن برضك بالصوص بتاعنا. مش شرط تعملي الصوص ده، ممكن تدهني بس مايونيز او كاتشب بس. بصي البرجرية دي صغيره خالص اصغر من الكايزر. حطي طماطم وخيار مخلل. عايزه اعمله لكم مره برضك يكون في البيت زي ما قلت لكم. اجيب اللحمه واعمله في البيت واعمل معاه صوص المشروم. بيبقى حلو جميل جدا. استنوا مني فيديو كده، بس المشكله ان انا المره دي بصراحه ما لقيتش مشروم عندي في السوق. كنت هجيب من كارفور بس كسلت، جيت اجيب من هنا ما لقيتش فان شاء الله استنوا مني فيديو اعمل البرجر في البيت مع صوص المشروم، هيبقى حلو. خلصنا تكوين السندوتشات اهو. بصوا انا عملت بس معاكم 3 سندوتشات. بصوا شكله حلو ازاي، جميل يعني يفتح النفس. يا رب الوصفه يكون عجبتكم ويكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.